مهاجم جديد بالرجاء، جنسيته ومميزاته والفرق التي لعب لها. ومن خلال هذه الأخبار سوف نتحدث عن مجموعة من الأمور ترافق هذا الاتفاق النهائي بينه وبين فريق الرجاء الرياضي. بشكل رسمي الفتح الرياضي يعترض على انتقال هيرفي للرجاء، فهل ينجح في ذلك أم لفريق الرجاء الرياضي رأي آخر؟ بدون هزيمة فريق الرجاء الرياضي يحطم الأرقام القياسية ويؤكد أن هذا الموسم سوف يكون بإذن الله رجاوي بامتياز. جلسة مرتقبة بين مسؤولي الرجاء وبدر قدارين في أفق التوقيع مع مدافع سندباد الشرق. 9 أيام تفصلنا عن المنتخب الوطني المغربي عن بداية رحلته في الكوت ديفوار. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في هذا اللقاء التواصلي من خلاله نقف عند آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. نتواصل معكم بشكل يومي من خلال هذه النافذة المتواضعة. كنشكركم بزاف على التعليق اللي كتوصلني والتحفيز كذلك. مجددا كنتمنى منكم دائما دعمنا بزر الإعجاب، هذا الأمر يشجعنا ويحفزنا ويسعدني بطريقة أكثر من رائعة. كذلك بالنسبة للناس الجداد كنتمنى منكم دائما الاشتراك في هذه النافذة وتفعيل زر الجرس. من هنا ننتقل إلى آخر الأخبار والمستجدات الرياضية لفريق الرجاء الرياضي بتاريخ اليوم. اتفاق نهائي مع مهاجم من أمريكا اللاتينية في انتظار التوقيع الرسمي متابعينا الكرام، وقد يكون بالإمارات إلى حدود الآن. هذه هي الأشياء الرسمية التي لها علاقة بالميركاتو لفريق الرجاء الرياضي بخصوص المهاجم. وحسب بعض المعلومات فإن الأمر يتعلق بالمهاجم أندريان البالغ من العمر 29 سنة، وقد انفتح فريق الرجاء الرياضي على المدرسة الأمريكية اللاتينية، إذ سوف يكون بإذن الله ثاني لاعب من تلك القارة بعد تعاقد فريق الرجاء الرياضي مع الفنزويلي فيكتور. وقد أنهى أندريان ارتباطه مع فريق كولومبي ليصبح بذلك لاعب حر، مما مكنه من التعاقد مع فريق الرجاء الرياضي في انتظار التوقيع الرسمي المقرر يوم 19 من هذا الشهر. ويمتلك أندريان مؤهلات تقنية وبدنية جيدة، إذ يكفي أن نقول طوله يصل إلى 1.86 سنتيمتر، ويمكن أن يلعب كذلك جناح أيسر إلى كونه مهاجم قناص. ومر هذا اللاعب بتجربة في الدوري اليوناني وكذلك الإسباني، لكن لم تكلل بالنجاح. كما تبقى أغلب الفرق التي لعب لها هذا اللاعب من الأوروغواي والأرجنتين والبيرو والشيلي وكولومبيا، مع تسجيل ملاحظة مهمة متابعينا الكرام ما فادها أن اللاعب فهو لعب ل 14 فريق في ظرف 13 سنة، يعني أنه يتنقل وبسرعة من دوري إلى آخر. والآن هو يفضل دوري جديد ومنافسة جديدة، خصوصا أن فريق الرجاء الرياضي لديه سمعة طيبة وكذلك شعبية كبيرة في الأمريكا اللاتينية. ويبقى السؤال المطروح، فهل سوف يكون القناص الذي سوف ينتظره جماهير فريق الرجاء الرياضي أم لمهدي موهوب رأي آخر؟ وسوف تكون منافسة أكيد شريفة بين الطرفين. قدم فريق الفتح الرياضي اعتراضا رسميا للعصبة الاحترافية لكرة القدم ضد تعاقد الرجاء الرياضي مع غاي هيرفي اللاعب السابق للفتح الرياضي. وأكدت مصادر مسؤولة بالرجاء الرياضي أن الفتح قدم اعتراضا ضد تعاقد فريق الرجاء الرياضي مع هيرفي بحجة أن الفريق لم يتوصل بأي قرار لفسخ عقد اللاعب. كما أن فريق الفتح الرياضي سبق له أن راسل الاتحاد الدولي للاستفسار عن رغبة في تسوية الوضعية المالية للاعب للاحتفاظ بخدماته. وتؤكد لنا بعض المصادر متابعينا الكرام أن فريق الرجاء الرياضي فهو تم التعاقد مع هذا اللاعب هيرفي بعد فسخ عقده مع الفتح عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم. وانتظر الفتح الرياضي إعلان الرجاء الرياضي بشكل رسمي عن تعاقد هيرفي للطعن في هذا التعاقد
التعاقد بالعصبة الاحترافية لكرة القدم. وكان هيرفي قد لجأ للفيفا ضد الفتح الرياضي بسبب عدم توصله بمستحقاته وعدم توصله بالرد من إدارة النادي داخل آجال 15 يوما. وتأخر الفتح الرياضي أيضا في الرد عن المراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما دفع لجنة النزاعات الفيفا إلى رفض النظر في دفوعات التي تقدم بها الفتح ضد لاعبه السابق هيرفي. ويبقى السؤال المتعلق بهذا الخبر متابعينا الكرام، فهل ينجح الفتح الرياضي في خلق بعض المشاكل لهذا اللاعب وعدم أكيد الاعتماد عليه من طرف فريق الرجاء الرياضي في المرحلة المقبلة، أم سوف تكون الأمور كما هي عليها الآن وأن يصبح كذلك لاعب أساسي وضمن التشكيلة لمفكرة الألماني جوزيف زيمباور؟ ختم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم مرحلة الذهاب من منافسات البطولة المغربية بأفضل نتيجة، محققا أرقام جيدة في الدوري الاحترافي بقيادة مدربه الألماني جوزيف زيمباور الذي لم يسلم من الانتقادات في بعض الفترات، غير أن إدارة الفريق برئاسة محمد بودريقة ارتأت الحفاظ عليه، ما منحه الاستقرار التقني لكتيبة النسور. ونجح الرجاء في إنهاء مرحلة الذهاب في المركز الأول برصيد 33 نقطة ب9 انتصارات و6 تعادلات دون هزيمة، وهي حصيلة تؤكد الانطلاق الجيد للفريق في طريقه نحو التتويج بدرع البطولة هذا الموسم في ظل المنافسة الشرسة مع باقي الأندية في المقدمة. وسجل الرجاء 27 هدفا كثاني أقوى هجوم، وتلقى تشيباكي 10 أهداف، في وقت نجح في الفوز بالعديد من المباريات المهمة والصعبة، آخرها لقاء الديربي أمام الغريم التقليدي الوداد بهدفين دون مقابل، كما اكتسح من قبل فريق اتحاد طنجة ب6 أهداف. متابعينا الكرام، هناك مشاكل دائما ما تكون في خط الدفاع لفريق الرجاء الرياضي، مما يجعل النادي العالمي يبحث عن مدافع محترف يوازي طموحات زيمباور للحد من بعض المشاكل التي يجدها فريق الرجاء الرياضي في بعض المباريات. وفي آخر الأخبار والمستجدات بخصوص هذه النقطة، فهناك جلسة مرتقبة بين مسؤولي فريق الرجاء الرياضي وبدر قدرين في أفق التوقيع مع مدافع سندباد الشرق. فهل ينجح فريق الرجاء الرياضي في إقناع هذا اللاعب؟ وهل تكون جميع الأمور فهي في صالح أكيد النادي العالمي من خلال أن يكون من بين الركائز الأساسية لدفاع القلعة الخضراء؟ وفي نفس السياق متابعينا الكرام، فما رأيكم في هذا الاختيار؟ هل هو موفق أم عكس ذلك؟ في انتظار الرسمي متابعينا الكرام، فإلى حدود الآن فهناك فقط اهتمام من طرف فريق الرجاء الرياضي على أساس ما سوف تحمله لنا المستجدات من جديد، وسوف تجدونها حصريا عبر هذه النافذة المتواضعة. متابعينا الكرام، هناك فقرة جديدة سوف ترافقنا في هذه المرحلة بخصوص مستجدات المنتخب الوطني المغربي بعنوان رجاوي في الكوت ديفوار. 9 أيام تفصل المنتخب المغربي عن بداية رحلته في كان الكوت ديفوار مع برنامج المباريات للأسود في دور المجموعات. وفي تفاصيل هذا الخبر متابعينا الكرام، يترقب متتبع كرة القدم الإفريقية انطلاق البطولة الأكبر في القارة السمراء والتي تفصلنا عنها 5 أيام، وتفتتح البطولة كأس إفريقيا الكوت ديفوار يوم السبت بمباراة سوف تجمع المنتخب البلد المضيف الكوت ديفوار بنظيره غينيا بيساو على الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب. ويبتدئ المنتخب المغربي مشواره في الكان بمواجهة تنزانيا يوم الأربعاء 17 يناير انطلاقا من الساعة 6 مساء دائما بتوقيت المغرب. ويواجه الأسود في الجولة الثانية من دور المجموعات المنتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد 21 يناير في تمام الساعة 3 عصرا، على أن يلاقي زامبيا في الجولة الأخيرة يوم 24 من نفس الشهر بداية من الساعة 9 مساء. الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي حط رحاله مساء أمس الأحد بمدينة سان بيدرو في الكوت ديفوار، حيث سيخوض مباريته في دور المجموعات هناك.
كنتمنى نكون عند حسن ظنكم في جميع الفيديوهات. كذلك كنشكركم على المتابعة والوفاء من خلال جميع الأخبار اللي كنقدموها عبر طريقتنا الخاصة. نتفاعل مع جميع المواضيع المقترحة عبر التعليقات. مجددا كنتمنى الاستمرار من خلال الضغط على زر الإعجاب، هذا الأمر يشجعنا ويحفزنا، وكذلك تفعيل زر الجرس والاشتراك في هذه النافذة المتواضعة. نتلاقاو غدا في أخبار جديدة لها علاقة دائما بالنادي العالمي. ومن هذا الباب كنتمنى تعطينا الرأي ديالك حول مجموعة من الأخبار اللي شفتيها معنا عبر هذه القناة. دمتم في رعاية الله.